السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة الأمور الدين خياطة وتفصيل، أهلا وسهلا بالجميع. كما راكي تشوفي الأخت هنا طلبوا مني الأخوات باش ندير لهم فيديو على هذا الحجاب الجديد. لو خرج هذا الفصل، هذا الحجاب كما راكم تشوفوا فيه هنايا ايفازي، ما راهوش كلوش، نو مش كلوش. وهنايا راهو كاين هذه الطبقة الأمامية، وكاين فوقها زوج كروازي، او كاين حجاب من داخل، وكاين زاد فوقو هذا الجيلي اللي من فوق من الامام فقط، وعندها ربطه هنا. تحبي تربطيها هنا، تحبي تربطي في الخلف، يعني انتي كيما تحبي. شايفتها الاكمام كيما راكي تشوفي فيها باللي راهي يعني الكم المنفوخ. نبداو على بركه الله بعد الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الاخوات في هذا القماش راكم تحتاجوا، كاين اللي تحتاج 3 متر، كاين تحتاج 3 امتار ونصف، لانه مثلا نقولوا حنايا القماش 50 سنتيمتر، 50 سنتيمتر للاكمام، 50 سنتيمتر للجهه العلويه الاولى، و50 سنتيمتر للجهه الثانيه، يعني للجيلي الثانيه. صافي هنايا هذا الجهه العلويه وحدها دات 1.5 متر. تفهمنا؟ العلويه دات متر ونصف. تبقات الاسفل، شوفي الاخت قداش يعني طول تاعها. المهم انا واش نوصيكم، راهي من 3 مترات حتى 3 مترات ونصف. خلاص شو صار ديبون على طاي والكبر تاع او صغر الشابه او السيده اللي رايحه تلبس هذا اللباس. العادي والمعتاد هو انه دائما القماش يكون هكذا، راح نرسموا الجهه العلويه فقط، لانها همنا الوحيد هنا هو الجهه العلويه الان، ومن بعد السفلي. هنا الاول نفتحوا 8 سنتيمتر، ومن بعد ننزلوا ب10 سنتيمتر في الجهه الاماميه، في الجهه الخلفيه باش ما نديروش السحاب نديروا 8 سنتيمتر. الكتف دائما من 11 ل 12 سنتيمتر، تهبطي ب 2 سنتيمتر وتوصلي. النزول من هنا لهنا صديبون على حرص الابط كل وحده. كاين اللي من 22 23 رايحه، فهمتيها، 24 حتى 25، يعني صديبون على الاخت شحال راهي لا طاي نتاعها. ستاندار راهي 22 سنتيمتر، تنزلي بها 22 سنتيمتر. من هنا لهنا تخرجي ب 27 سنتيمتر في ستاندار. كيفاش؟ لانه بعد ما قسنا لوتور تاعها كومبلي لقيناه باللي راهو متر قسمناها على 4 جات 25، زدنا لها 2 سنتيمتر تاع الخياطه، خرجنا ب 27 سنتيمتر. يعني الاخت نتوما دائما تقيسوا لوتور تاع الصدر، تقسموه على 4 وتزيدوا له الخياطه، هذيك هي تخرجي بها من هنا لهنا. فيما يخص من الجهه الخلفيه او الاماميه تطلعي ب 3 سنتيمتر باش في الزاويه هذه تقسميها على 2، ومن بعد توصلي هكذا. هذه الجهه الخلفيه. فيما يخص الجهه الاماميه تدخلي بواحد او 1.5 وترجعي تخرجي. تفهمنا؟ حرص الابط راهي في قناتي بشرحها مفصل سهل. هذه الجهه الخلفيه، هذه الجهه الاماميه. هنا فيما يخص تنزلي ب20 سنتيمتر، هاهي تدخلي ب1.5. ها هذه الجهه الاماميه فيما يخص الجهه العلويه. دركا رايحين شيء اخر اللي هو الاكمام. تبعوا حاجه بحاجه حتى الاخير تفهموا مليح. الكم كيعود 22، ها احنا قطعنا 25
يعني درنا 50 سنتيمتر. 50 سنتيمتر طبقناها على هو يكون 50 سنتيمتر والطول متر ونص. طبقناه على 2 ومن بعد زدنا طبقناه ولينا هنا 25 سنتيمتر. راهو مثني على ربعة، هذا مثني على ربعة مثلا. خلاص هذه الجهة المغلقة الطول هنايا من لهنا متر ونص على 2 راح يدخل واحد 75 سنتيمتر. فهمتي؟ 75 سنتيمتر. هنا انت تنزل تخلي واحد ل 15 سنتيمتر. خلي 15 سنتيمتر ما تلعيش ليها. ابداي من 50 مثلا وروحي تنزلي ثاني ب 15 سنتيمتر. توصلي تقسمي على 2. كم راني دايرت لكم شحال من مره هنا، ومن بعد تخرجي على ما فيش في الجهه الاماميه 1 سنتيمتر. ارجعوا لباترونكم الاساسي تلقاوه هنا، ومن بعد هنا ديري حتى يعني ديري 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر باش كي تزيدي له المعصم زيدي له المعصم هذا كله يروح كشكشه يدخل داخل يولي كشكشه. خلاص هنا وصلنا. من بعد طريقه سهله مش فيها تعقيدات كبرى. هنا تولي تمشي من هنا توصلي بخيط اخر كي ما قطعتيش، توصلي الجهه الاماميه الجهه الخلفيه. فهمنا؟ هذه الزياده هذه هي اللي تروح في الكشكشه اللي شفتيها في اعلى الحجاب. خلاص نتمنى تكونوا كي ما تفهميش حاجه رجعي الفيديو برك تفهميها مليح. دوكا نحوسوا على الجيلي اللي تجي من فوق الكورساج او الحجاب من فوق من الجهه الاماميه. دوكا شوفي هذا القماش او مطبق على 2 راهو متر ونص في 2 هاو مطبق على 2 ياك. كي تعودي رايحه تفصلي قطعي وفصلي بالجهه خاصه اللي فيهم الوان فيها وزركشات فصلوا يعني تقطعي تفصلي بالواحد. تفصلي الجهه اليمنى ومن بعد الجهه اليسرى. دوكا مثلا راح تفصلوا الجهه اليسرى تاع حكمتي تعرفي باللي راهي من هنا لهنا. مثلا قلنا خرجنا ب 27 سنتيمتر. خرجنا ب 27 سنتيمتر صافي. من هنا لهنا تيجا ديري 27 سنتيمتر وبداي خدمتك. تفهمنا؟ تبداي ب 27 سنتيمتر وتبداي خلاص ديري هنايا تخرجي ب 8. هذه الفتحه تاع الرقبه. خلاص هبطتي ب10 الكتف من 11 قلنا ل 12. هبطتي ب2 قلنا هبطتي ايضا هنا 22 سنتيمتر. ديري تاع الجهه الاماميه الشكل تاع الجهه الاماميه. هنا تهبطي ب20 سنتيمتر تدخلي بواحد ونص كيما في الاخر بالضبط كيما وريتكم هذا. خلاص هاي من بعد شنو تهبطي لهنا مثلا 18 سنتيمتر. تعاودي ليه راح نديرو كلوش تهبطي ب 8. ها هي هذا هو 18 سنتيمتر وتمشي بهذا الشكل. فهمتيها؟ لنهايه القماش هنا هكذاك نفسها في الطرف الاخر تاع القماش اللي خليتيه بصح من هذا الجهه يعني تجي بهذا الشكل. فهمتي؟ يعني كل شيء درناه من هذا الجهه ديريه في هذا الجهه بصح في الطرف الاخر ليه باش بعد كي تجمعوا هذه هي صافي هذا وهذا وتولي تخيطيهم نتيا عادي فوق هذاك اللي درناه الاول. فهمتي؟ هتخيطيهم هنا تلصقين
الاكتاف تلصقيهم مع بعضهم. هنا الحردة تخيطي عليهم كم في زوج، هذا والاخر اللي وريتوكم هذا وين شويه. هنا ايضا تلصقي، بقى غير هذه الجهه الاماميه اللي تبقى، وهنا تعودي تخلصي تكفيه هنا ديري الكفه، ديري كفه هنا صافي. معناتها تحطي هذا تحطيه على هذا، تخيطي هنا تخيطي هنا، تلصقي الاكمام عليه ايضا، يبقى هذا فقط اللي تجيلي هنا، والاخر يولي يرجع ثاني او من تحت بس هنا. هاهو هاهي، ويخرج على يخرج منها عادي الجهه الاخرى تخرج، وتربطيه سواء ترجعيه من يدك تربطيه، سواء حبيت تربطيه هنا تربطيه في الخلف، هذيك الشيء يرجع لك الاخت. تفهمنا؟ تحبي تخيطيه هنا، تحبي تربطيه هنا، تحبي هذا الخيط ترجعيه هنا وتربطيه، ترى الفيلاريات ديريه فيلاريات في زوج، هذه حاجه ترجع للاخت. بقات الجهه السفليه اللي مش حابه تكثر عليها المصاريف وتدير شوف كلوش لانه يطلب قماش بزاف، قلت لك تجيبي مباشره الطول شحال القماش يخيراهو 1.5 متر. القماش راهو العرض تاعو 1.5 متر. شوفي تي قداش رايحه ديري طول. اما لو تور تاع اللي راح ديريه تاع الفستان الحجاب هذا هو 2 متر. تجيبي 2 متر قماش، 2 متر قماش هاهي، وتلفيها يعني تحكمي مباشرة من هنا، وتدوري عليها هكذا بالكشكشة فهمتي؟ بالكشكشة تجي عريضة، فهمتي؟ تجي عريضة من غير ما ديري الكلوش، فهمتي؟ هاي تجي عريضه، جربتها وراني وريتها لكم في الروبا لاغوب تاع فستان السواري الاحمر القرونه، رجعوا لي في الفيديو تلقاوه راهو ب 2 متر قماش، تلفيها على بعضها تجي لاج، تجي مكشكش، تجي روعه تحفه، تلصقيها فيه. هذه الطول يرجع لك لهنا شحال راح ديري الاخت، وتلبسوه بالبركه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.